السلام عليكم، يسعد لي يومكم. أنا نورة وأتمنى أموركم بصحة وعافية. اليوم بإذن الله راح نسوي أبسط طريقة لعمل محفظة أو شنطة صغيرة. راح نحتاج لكل شنطة قطعة قماش وسحاب. طبعا هذه الشنطة بدون بطانة. السحاب اللي بستخدمه هنا اللي هو متوفر كان عندي السحاب المخفي. ممكن نحن نستخدم السحاب العادي، هو أفضل. السحاب المخفي اللي هو أسنانه تكون في الوجه الغلط زي ما انتم تشوفون. طبعا زي ما قلت السحاب العادي أحس إنه أحسن، بس هذا المتوفر عندي. هذه مقاسات أول شنطة 22 في 27. الآن نطابق الوجه الصحيح للقماش مع الوجه الصحيح للسحاب في الطرف العلوي، يعني السحاب كأنه يكون على تحت، الطرف العلوي السحاب مع الطرف العلوي للقماش. بعدين نخيط من البداية للنهاية. هذا شكلها بعد ما أخذتها. بعدين ناخذ الطرف الثاني ونطابقه مع الطرف السحاب الثاني، الجهة الثانية في السحاب، يعني الوجه الصحيح للسحاب مع الوجه الصحيح للقماش. الآن هذا شكلها بعد ما أخذتها. نفتح السحاب إلين النص عشان بعدين نقدر نقلب القطعة، ونواسي القطعة بحيث أن السحاب يكون في منتصف القطعة. بعدين نخيط من اليمين ومن اليسار. هذا شكلها بعد ما أخذتها. أفضل أن احنا نقص الأطراف عشان يكون شغلنا أنظف. وهذا شكلها بعد ما نقلب القطعة. بسيطة وسهلة، ونقدر نسويها بالحجم اللي احنا نبغاه. الفكرة الثانية اللي هو 22 في 35. نفس الشيء، نطابق الوجه الصحيح مع الوجه الصحيح ونخيطها نفس الخطوات. هنا يجينا نخيط السحاب، لازم نغير الرجل للمكينة ونستخدم رجل السحاب. ليه؟ عشان السحاب لها أسنان ما تقدر تدخل تحت المكينة زين أو تحت رجل المكينة زين. رجل السحاب تخلينا يعني نقدر نخيط بجنب السحاب قد ما نقدر، يعني بسهل يكون. هنا إذا جينا نسكر السحاب عشان يعني نتعدى الحديدة، نخلي الإبرة جوا المكينة ونفتح السحاب أو نرجع نسكره. يعني رجل السحاب جدا مهمة عشان لخياط السحاب يكون علينا أسهل. والآن نفس الشيء نفس الطريقة، بس الآن بدال ما نخليها في النص ونبدأ نخيط راح نصفط القطعة. أول شيء نطابق نص قطعة القماش مع السحاب، بعدين ندخل الجوانب عليها، وهي واضحة من الفيديو. هنا الخطوة اللي هنا شوي تاخذ وقت عشان نوازن كل الجهتين زي ما انتم شايفين كأنها مصفوطة. إذا ثبتناها وتأكدنا كل شيء في مكانه الصحيح، نخيطها من البداية للنهاية. هذه صايرة منفوخة شوي كأنها مربعة، حلوة لو كانت الأشياء كبيرة. طبعا العيب في هذه الشنط إن الخياطة تبان. طبعا في طرق ثانية إن احنا نسوي لها بطانة أو نركب بيه أو نركب شيء أو مثلا نسوي سرفلة اللي هو التنظيف عشان ما تبان هذه الخيوط. في طرق أفكار كثيرة. هنا بس حبيت أوضح لكم أو أبين لكم أبسط طريقة للي حاب يسوي شيء سريع أو ما عنده الإمكانية أو ما عنده القدرة إنه يسوي شيء ثاني. هذه مرة سهلة وحلوة يعني ممكن تهدينها أحد. حتى بنت صغيرة ممكن تسويها، لأن زي ما أنتم شايفين ما في هذيك الخطوات الصعبة. أتمنى أن أعجبكم الفيديو واستفدتوا، وإن شاء الله في الفيديوهات الجاية أعطيكم طرق ثانية وطرق أسهل.